تعالى ما اقولك كلمتين. كل الستات الجميلة والبنات الجميلة تحضر هنا حالا. اوعوا تتضايقي لما حد يتصل بيكم ويقول لكم احنا جايين نتغدى معاكم النهاردة يا جماعة. خليكي من الستات الكريمة جدا، لان ربنا اختار بيتك انت بالذات عشان انتوا اهل كرم، وعشان كمان هو عارف ان انتوا، ربنا عارف يعني ان انتوا قدها وقدود، وعشان الثواب بيدور على اصحابه وبيروح له. بلاش تبقي من الستات اللي اول ما تسمع كلمة ان في حد جاي لها، ايه ده، هو انا فاضية، يوه ده الجو حر جدا ازاي هطبخ. صدقيني والله لو قابلت ضيوفك او قابلتي حد جايلك بالاسلوب ده وبالكلام ده، لو عملت لهم خروف ما هيبقى حلو، لو عملت لهم احلى اكل في الدنيا مش هيبقى حلو، ولا هيبقى البيت فيه بركة، ولا هيبقى الاكل فيه بركة، ولا اي حاجة خالص. وكمان هتحسي بالذنب بعد ما يمشوا. تعالي وانا اقولك تعملي ايه. قومي كده اطبخي طبختين حلوين كده، اعملي لك صنفين او 3 من اللي انت بتحبيهم واللي جوزك وولادك بيحبوهم، واطبخيهم وانت مبسوطة. يعني دايما اطبخي وانت مبسوطة وفرحانة ومزاجك حلو. وطول ما انت بتطبخي اذكري الله واذكري رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا جماعة بتفرق ان الواحد وهو بيطبخ يبقى فرحان ومبسوط. يعني مش فرحان هيقعد يطبل ويسقف، يعني لأ، يبقى مبسوط نفسيا كده من جواه ان هو بيعمل حاجة ربنا راضي عنها، وانك هتستقبلي ناس في بيتك وهتعملي لهم اكل حلو. ده في حد ذاته اطعام وانت من غير ما تحسيه. فمزاجك هيكون حلو وتطبخي وانت مبسوطة، وذكر الله دايما في بقك، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقك. الحاجة بتطلع طعمها حلو، والأكل بيبقى فيه بركة، والبيت بيبقى منور، وأهل البيت بيبقوا مبسوطين، والضيوف بيبقوا مبسوطين أصلا. ما يمنعش كمان ان انت تكلميهم وتقول لهم ايه ده انتوا اتأخرتوا كده ليه، احنا مستنينكم يا جماعة. وقبل ضيوفك بوش بشوش، لان الضيف وهو جاي بيجيب الخير معاه، وهو ماشي بياخد الشر معاه. وألف هنا وشفا.